السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ملائكات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مليون مرحب بكل جميلة دخلت عندي، نورتيني وشرفتيني وكترتيني. لو أول مرة تشوفيني بس أذنك خدي لفة في القناة إن شاء الله تاخدي منها باور عالي وتحفزك وكمان تشجعك جدا. وما تنسيش لايك القمر بتاعك، وكمان متنسيش بقى تشتركي في القناة برضو لو أول مرة، وتفعلي علامة الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بنزله. أهلا بيكم في يوم جديد وروتين جديد جامد جدا جدا. النهارده يومنا بقى يوم مش عادي. كل سنة وانتم بألف خير يا رب. طبعا دي بقى إيه ترتيبات رمضان بقى عشان نبقى داخلين كده ان شاء الله كده لعبادتنا. إيه مفيش حاجة تشغلنا، ننضف كل حاجة. انا كده هعمل معاكم بقى ايه تنظيفة المطبخ كده، تنظيفة عميقة من جوه الأظرف بقى أنا كنت عاملاها معاكم قبل كده في دخلة الشتا. بس طبعا انتوا عارفين يعني الجزء اللي تحت ده بما ان فيه اطفال وكده، فكل شوية طبعا الاطفال بتفتح لان سهل عليهم ان هم يفتحوه، مش مقفول ولا حاجة يعني. ويقعدوا بقى يشيلوا الحاجة ويلعبوا فيها وكده، واقوم داخلة انا بقى بشكل عشوائي كده اقوم حطاهم، عشان انا عارفة ان انا هعمل التنظيفة العميقة دي. فقلت ايه، انا مش عارفة كل شوية ابص للكاميرا ليه. تقريبا مش عارفة، مش فاكرة كنت كل شوية ابص للكاميرا فيه. تقريبا بشوف ان هو شغال ولا ايه. البتاع ده الاضاءة كانت عالية قوي ورجعت لي عينيا وانا مش شايفة ان هو كده الفيديو شغال ولا ايه. ما علينا، المهم إن يعني فانا عارفة ان انا هنضف معاكم التنظيفة العميقة دي في دخلة رمضان، فقلت كنت برص مش برص بقى، كنت بحطها كده بشكل عشوائي. زي ما انتوا شفتوا كده في الاول، يعني هي الحاجة مرصوصة برضو، بس مش الرصة اللي انا كنت برصها على طول يعني. المهم ان انا هنا ده الطقم الالومنيوم، انا هنزله تحت لان انا مش بستخدمه خالص. انا بستخدمش منه غير بس القدرة بتاعة الفول، وكنت بستخدم الغلاية اللي هي اللبانة، يا ربي اللبانة. بس طبعا دلوقتي مش بستخدمها. بقيت اعمل في حلة واخدة منهم حلة برضو، حلة ألمونيوم بغلي فيها اللبن. بحب بصراحة اغلي اللبن في الألمونيوم، ما بحبش اغليه في التيفال ولا جرانيت ولا كده، لانه بيعمل طبقة كده. انتوا عارفين طبقة كده مش بتبقى حلوة بصراحة، وساعات كمان بيخليه طعم اللبن مدخن. فالألمنيوم حلوة جدا ما شاء الله، وبتخلي اللبن حلو ومبيلزقش ولا أي حاجة خالص. أنا رصيت الرصة دي كده، يعني في حاجات كتير أنا مش بستخدمها، بس قلت هرص الرصة دي. ورجعت في حاجات شلتها، ونزلتها تحت. وفي حلة برضو هتشوفوها، الحلة الكبيرة خالص أكبر حلة في الطقم، هاعينها بقى ادخلها تحت السرير لاني مش بحتاجها. دي تقريبا بيقولوا بتاعت حاجة اسمها المخروطة، عمري ما عملتها يعني. بس الحاجة بتاعتها موجودة عندي. طبعا انتوا عارفين بقى، انا قلت لكم قبل كده ان انا بنت واحدة، وماما وهي بتجهز طبعا كانت بتجيب حاجات بصراحة ما شاء الله. إيه بفترة بصراحة حاجات كتير قوي، وحاجات كتير ما بستخدمهاش والله يعني. بس طبعا عشان بنت واحدة بقى كانت بتجيب كل حاجة. هي دي الحلة اللي بقولكوا عليها اللي بتاعت المخروطة الكبيرة قوي دي، كبيرة جدا. مش عارفة تاخد كام لتر، دي كبيرة قوي يعني. شفتوا اصلا ضرفة المطبخ عاملة ازاي؟ دي نصها، نص ضرفة المطبخ. فطبعا دي هشيلها، واخدة مكان كبير قوي على الفاضي، وانا يعني قلت استغل المكان ده في حاجة تانية، وهحطها تحت السرير. هنا بقى انا كنت قلت لكم على المنظف اللي انا كنت جايباه قبل كده معاكم. المنظفات اللي انا جبتها السايبة دي. انا قلت لكم ان المصنع اسمه صبرا، حلوة جدا بجد والله، احسن من اغلى منظف انا جبته. انا كنت بجيب على طول منظفات، انتوا عارفين اللي هي الجريكن وكده، الحاجات الجاهزة. لا والله سبحان الله، يعني ان انا كويس ان ربنا عطرني كده فيهم. المصنع ده حلو جدا، اسمه مصنع صبرا. في بقى محلات يعني موزعين بيع وكده، بيبيعوا الحاجة بتاعتهم، فحلو جدا والله. خلالي ريحة الضرفة خطيرة، ريحتها حلوة قوي وانا شغالة، ريحتها جميلة. وكمان بيلمع قوي المطبخ، لمعة حلوة، بيديله لمعة حلوة كده. ولا احسن منظف والله يعني. أنا كنت هغسل الاول بالاوكسي اللي هو المسحوق يعني بتاع غسيل الاطباق ده، كنت هغسل بيه الاول وبعد كده انشف والمع بقى. لقيته اصلا ده املي بكل الادوار اللي انا كنت لسه هعملها دي. كنت هعمل كذا حاجه يعني، هغسل الودرو في الاول، هي نظيفه ما فيهاش حاجه بس محتاجه لمعه بس. والجزء اللي تحت ده كان طبعا مطرب، اني ما بستخدموش خالص خالص خالص، فكان مطرب من تحت. فطبعا شلت كل ده، وزي ما انتوا شفتوا كده رشيت المنظف بتاعنا ده
نشفت مكانه يعني. أنا عايزة أقول لكم إن ريحة الأضرف بجد حلوة أوي، ريحتها جميلة. أنا أصلًا بعد ما خلّصت المطبخ ما شاء الله كنت شامة روايح كده في المطبخ، أول ما آجي أدخل الطرقة كده بتاعة الحمام والمطبخ وكده الطرقة الكبيرة دي، ما شاء الله كنت باشم ريحة حلوة أوي. ما بالكم بقى لمّا تيجوا تفتحوا الأضرف المطبخ نفسها، تشموا ريحة جميلة. بصراحة المنظف ده حلو أوي عجبني. فأنا إيه بقى هنا تحت رصيت الطقم الألمونيوم اللي أنا مش باستخدمه، كله تحت أهو. ودي الطاسات بقى، عندي طاسات كده بودان وبقيود برضه ألمونيوم ما باستخدمهمش، اللي هم فوق دول. اللي باستخدمهم من الجزء اللي فوق ده الحلتين السيراميك اللي فوق دول، والصواني التيفال والصواني السيراميك طبعًا والصواني الألمونيوم. آآ أكتر حاجة باحبهم بصراحة في عمايل الكيكات هي الألمونيوم، حلو جدًا، جدًا، جدًا. المهم إن أنا إيه، هنا بقى إيه، قُلت خلاص ألمّع الضرفة الأخيرة دي وخلّصت. أنا بس كنت حاطة في هنا الحافظات اللي هي بتاعة علب التلاجة دي، البلاستيك، كنت بس حاطاها قدامي هنا عشان في حاجات غطيانهم مش لاقياها، فقُلت أكيد هالاقيهم إيه في الأضرف التانية، يعني ولادي الله يهديهم بيقعدوا يشيلوهم ويلعبوا بيهم وكده، فمخليين لي الغطيان مش عارفة متوهينها، بس هالاقيها يعني هالاقيها في المطبخ دلوقتي. المهم إن أنا هنا بقى إيه رشيت برضه من برّه أهو زي ما أنتم شُفتوا. أنا حطيت المنظف ده في رش، اللي هو بتاع الرش ده البخاخ ده. فبصراحة بيسهل عليا جدًا بقى أمّا أنا أقعد كل شوية أبِل الفوطة وكده، لأ بيسهل عليا المنظف كده بالشكل ده. الرش كده يعني. المهم إن أنا هنا بامسح بقى إيه الأضرف من برّه، بجد أنا لو مش عارفة الكاميرا مش ظاهرة، بس فعلًا مدياني لمعة حلوة أوي، أوي. طبعًا غير الريحة، الريحة طبعًا دي يعني إيه، محتاجين إن أنتم تجربوها بنفسكم. وكان المنظف ده كان بكام؟ كنت قايلة لكم ب10 جنيه الكيلو تقريبًا، ب10 جنيه الكيلو، فوالله ولا أي حاجة خالص. آآ يعني إيه، المفروض قيمة مقابل سعر. لأ بصراحة ده حلو أوي، حلو أوي، يعني قيمة وسعر سبحان الله. هنا زي ما أنتم شايفين بقى إيه المولد اللي أنتم شايفينه ده قدامكم، الدرج ده أكتر أماكن اللي هي الرفايع دي ولادي الله يهديهم بيقعدوا يلعبوا ويشيلوا الحاجة واقعد أشيلها منهم واحطها، أشيلها من إيديهم يعني واحطها. فطبعًا زي ما أنتم شايفين الدرج بيبقى مكركب بالشكل ده، مع إنه والله على طول باعمله، على طول بانظمه. بس طبعًا أنتم عارفين البيت اللي فيه أولاد يعني على طول ما شاء الله اللهم بارك، مهما تعملي لازم من ورا إيديكِ كده تلاقي إيه، دربكة. المهم إن أنا هنا بقى شِلت كل حاجة في الدرج، وقُلت بقى أجيب المكنسة عشان إيه لو في تراب والّا في حاجة تتشال بسهولة معانا. أنا مش عارفة أنا إيه اللي خلّاني ما عملتش حركة المكنسة دي في باقي الأضرف. أنا كنت باجيب اللي هي الجاروف الصغنن والمقشة الصغننة بتاعته دي بتاعة لَم الأتربة، وكنت باعمل بيها المطبخ. مش عارفة إيه اللي خلّاني ما عملتش بالمكنسة، ما كده أنا دخّلتها المطبخ أهي. نسيت والله، قُلت بس عملت الأدراج بس. لإن طبعًا إيه، الأدراج مش سهل إن أنتِ تشيلي منها الأتربة لو في تراب والّا كده، إنما الأضرف بتشيليها عادي، بس برضه يعني هي سُهى عليَّ. المهم إن أنا هنا بارصّها معاكم أهو، رشيتها وقُمت إيه، ماسحاها. بُصّوا أنا باعتذر أنا دماغي مصدّعة أوي وعينيّا وجعاني، يعني أنا باسيّف لكم دلوقتي باسجّل لكم الفيديو دلوقتي كده وأنا مغمضة عين ومفتحة عين. بس إيه، قُلت لازم أطلع لكم كده بقى إن شاء الله وأدّيكم إيه طاقة إيجابية كده وتتحفّزوا، عشان طبعًا ننجز بقى كده، عشان أنا عايزة أعمل معاكم تفريزات رمضان إن شاء الله بإذن الله على خير. بس مستنية بس إيه، يوم أجازة جوزي عشان ننزل نجيب، يا إما ماما اللي تجيب لي بقى وهو طبعًا إيه، أخلّيه يبقى مع كنان شوية. كده كنان أصلًا يعني ربنا يهديه، طول ما هو متشال حد شايله بيفضل ساكت. أمّا لو أنا سِبته على السرير كده لأ، صريخ طبعًا ولازم أشيله، لازم. فمستنية بقى إجازة جوزي كده إن شاء الله، عشان في حاجات ماما هتجيبها لي برضه من السوق وكده، التفريزات دي وكده، في حاجات أنا هاعملها وفي حاجات هي هتعملها لي. فالله المستعان، بس ربنا يهدي لي ابني يا رب كده عشان إيه، ما يعني ما يبوظليش الترتيبات اللي أنا مرتباها إن شاء الله. بإذن الله كده هنعملها مع بعض ونحفز بعض جدًا، إن شاء الله تاخدوا منها كده إيه، طاقة حلوة أوي. أكتر مكان بقى بُصّي أنا كنت جايبة هنا منظم قبل كده، هتشوفوه معايا الفيديو الجاي، لإن أنا
لقيت أصلًا الفيديو لمّا صوّرته لقيته طوّل أوي، طبعًا عشان ما طوّلتش عليه عشان ما رضيتش أطوّل عليكم فقسمته على جزئين، فكده ده الجزء الأول، الجزء التاني هتشوفوه بقى إن شاء الله. المنظم اللي أنا باقول لكم عليه ده كنت جايباه له للأدراج، بس لقيته لأ، يعني الحاجة كتير والمنظم مش آخد كل الحاجات، حطيته في درج واحد بس، والدرج التاني كنت راصة الحاجة فيه بنظام وكده، اللي هو الدرج اللي اتقفل خلص واتقفل ده. بس الحاجة يعني في حاجات كتير خالص استغنيت عنها، وحاجات بقى والولاد بيلعبوا، في حاجات ضيعوها، في حاجات كسروها كده يعني. ف اتبقى الحاجة اللي انتوا شايفينها قدام عينيكوا دي. الدرج التاني ده بقى حاطة فيه اللي هو القطاعة دي بتاعة البطاطس، والمبشرة وكده، انتوا عارفينها اللي هي العلبة دي. وهنا بقى لقيت في الدرج، لقيت مريالة مطبخ بتاعة المواعين بتاعة غسيل المواعين والبلانشا آمم، حلوة أوي على فكرة، يعني لقيتها جميلة خالص، بس أنا ما باستخدمش كنت باحب المرايل بصراحة في المطبخ، بس ما بقيت بقى عارفين من ساعة الولاد ما جُم وكده، لإن طبعًا كنت باقعد أشيل البيبيهات يعني كنت باشيلهم وهُم لسه صغيرين، عشان طبعًا المراية دي تبقى مبلولة وكده وفيها بقى حاجات المطبخ، فالعيال هتتلحوس مني وتتبهدل، فما بقيتش ألبسها بصراحة. فلقيت دي عندي أهي، وفي تحت السرير برضه، وفي بتاعة المطبخ متعلقة، مش مستخدماهم بصراحة بس لقيتها حلوة أوي. الخامة بتاعتها حلوة يعني waterproof كده وتقيلة وحلوة. هنا بقى لمّعت المطبخ من برّه أهو، برضه ده أكتر جزء أنا باستخدمه. في كل الحاجات اللي أنا باستخدمها باستمرار. هنا برضه أنا جِبت منظم كده للبتاع ده، للغطيان، عشان طبعًا الغطيان دي أكتر مشكلة بتقابلنا كده بتعمل ازدحام كده في الضرف، فأنا حطيتها في منظم برضه هتشوفوها إن شاء الله في الفيديو الجاي بإذن الله. هنا بقى شِلت كل الحاجات. بُصّوا في حاجات كتير أنا باستخدمها هي اللي قدّام عيني دي على طول، وفي حاجات أنا مش باستخدمها والله عايزة أشيلها من المطبخ خالص وأعينها، بس يعني باقول ممكن يبقى ليها استخدام برضه، باستخدمهم بس كل فين وفين مش على طول، بس مش هاجراهم خالص برضه. فعشان كده مش عايزة أشيلها من المطبخ خالص وأرجع أقول لأ أنا بس مسيري باستخدمهم يعني من وقت للتاني كده. باجيبهم وباستخدمهم، فهاقعد بقى أروح كل شوية على المكان اللي أنا هاعين الحاجة فيه وأجيب وبتاع، فسايباهم هنا في المطبخ، بس طبعًا حاطاهم مش في الوش كده، حاطاهم تحت. من ضمنهم بقى، مجففة الخضار دي حلوة جدًا على فكرة، بس بصراحة لمّا باجي أجفف خضار وكده باستسهل، يعني باستصعبها مش عارفة ليه، مع إنها حلوة. أنا كنت بانشفها فيها قبل كده ملوخية، وبانشف فيها الخضار المحشي، حلوة جدًا والله. بس عارفين اللي هو هي مجهود شوية، بتقعدي بقى تلفي الخضار كده وتتّكي فبصراحة باستصعبها باقول لأ، سيبه ينشف شوية على فوطة وخلاص. يعني عندي الحاجة باكسّل أعمل فيها بصراحة، لإنها متعبة شوية، يعني بتاخد وقت شوية. المهم إن هنا لمّعت بقى الأضرف أهي. أنا عايزة أقول لكم إن المنظفات اللي هي جبناها سايبة دي بجد والله طلعت اختراع يا كوتش، اختراع فعلًا. زي ما قُلت لكم اسمها آمم من مصنع سابرا، في موزعين بيع كده بيبيعوا الحاجات دي، بس اتأكدوا إن هو سابرا ده عشان ما يبقاش آمم يعني في ناس بيعملوا الحاجات دي تقليد وكده ويستعيروا الأسماء. بصراحة عجبني خالص ما شاء الله بجد ربنا يبارك لهم. أنا كل ما باشوفه أصلًا، لو أنتم آخدين بالكم المطبخ بيلمع إزاي، هو كان بيلمع الأول بس طبعًا عشان إيدي فيه وباغسله وكده، إنما دلوقتي بقى عارفين اللي هو أنا شايفة الفرق فعلًا، إن أنا كنت كل ما أرُش وأمسح بالفوطة كده أبُص ألاقي لمعة حلوة، لأ لمعة جميلة بصراحة. وعايزة أقول لكم برضه حاجة، بما إن بقى داخلين على التنضيفات العميقة دي وكده، طبعًا الدهون أكتر حاجة بتتمركز فين، في المطبخ. فزي ما أنا قايلة لكم ما باستغناش عن سيترس، بجد سيترس حلو أوي، وبرضه لقيت عندهم قالوا لي في منظف يعني مذيب للدهون وكده، بس كان وقتها وأنا باشتري كان خلصان. قالوا لي برضه عندهم حلو أوي وجربيه هيعجبك وكده، فإن شاء الله بإذن الله نجربه مع بعض، وأشوف كده حاجة أخيرًا يعني لقيت حاجة بديلة للسيترس، إن شاء الله بإذن الله يعني هاجرب معاكم كده وأقول لكم إن شاء الله تستفادوا لمّا بتجربتي إن شاء الله تفيدكم بإذن الله.
هنا بقى إيه، أنا بارُص المطبخ. بُصّوا أنا زي ما قُلت لكم الفيديو لقيته طوِّل أوي، فعشان ما أطوِّلش عليكم أنا قسمته على جزئين، الجزء الجاي بقى حلو أوي ومحفّز أكتر كمان إن شاء الله. وكده أنا يعتبر كده لسه ما خلّصتش. كل سنة وأنتم طيبين، خلاص ما عادش على رمضان غير أيام، أيام تُعَد كده وتهِل بقى أيام البركة والخير. آآ اللهم لك الحمد يا رب إن ربنا بلّغنا الأيام دي، وربنا يبلّغنا رمضان إن شاء الله في خير وعافية، اللهم آمين. ويتقبّل مننا إن شاء الله كده صالح الأعمال بإذن الله. فما تستنوش بقى يا بنات، خلاص دخل علينا رمضان، كل سنة وأنتم طيبين، خلاص كده يعني ما عادش وقت الحاجة. فانجزوا بقى نفسكم كده، انجزوا مهام يومكم. حاولوا تشجعوا، افتحوا كده فيديو الروتين بتاعي الجميل ده، إن شاء الله يحفزكم جدًا. وبكده لحد هنا هنقف كده بقى والفيديو بتاعنا خلص وروتيننا خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا، وانتظروا الجزء التاني معايا. مع السلامة.